السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول حلقات من أول يوم في رمضان، كل عام وانتم بخير. ومعانا تتبيلة فراخ وسر خطير النهاردة وطريقة مبدعة. يلا بينا يا حبايب قلبي، شوفوا هنعمل ايه في الفراخ. بدأنا كده هنقطع الفراخ بالطريقة ديت هنشرحها كده زي ما انتم شايفين كده. بدأنا نقطع الوراك 3 قطع كده بالطريقة دي، وهنيجي هنا على الكبة هنبدأ نضرب البصل ده لوحده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. فرمنا البصل، هناخد الفلفل ده برضو، هنبدأ هنا نفرم الفلفل برضو لوحده زي ما انتم شايفين كده. شايفين جمال الفلفل وشكله. هنبدأ هنا ننزله برضو جنب البصل، وكمية توم يا حبايبي محترمة خالص اهي، هناخدها برضو نفرمها لوحديها. وهنا يا حبايب قلبي طماطميتين بس كده على قد ايه كميه الفراخ بتاعتنا اللي احنا جهزناها دي وقطعناها زي ما انتم شايفين. كميه الفراخ كبيره، جهزوا طماطم كتيره زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. البصل، الفلفل، الثوم، وهنضرب الطماطم زي ما انتم شايفين يا حبايبي. التوابل اللي هنستخدمها: مرقه، ملح، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كاري، كركم، كزبره، كمون. وهنروح نكمل بقيه فرم الحاجه بتاعتنا. اخر حاجه اللي هي الطماطم اهو يا حبايب قلبي. وادي شويه الصلصه بتوعنا كده. جهزنا التتبيله بتاعتنا مع التوابل اللي انا قلت لكم عليها. بسم الله، هننزل كده بيها. انزل يا جبري، قلب قلب كده يا جبري كده اهو. بصوا شايفين المنظر، بصوا ما شاء الله، حاجه كده جميله. دي التتبيله بتاعتنا اللي هنعتمد بيها الفراخ بتاعتنا بتاعت اول يوم رمضان ان شاء الله نفطر. كل عام وانتم بخير. بصوا يا حبايب قلبي، كنت ممكن اضرب الحاجه كلها مع بعض، بس لازم تبقى الحاجه واضحه وصريحه كده، ومع حبه زيت. وقلب قلب قلب كده، وانزل بقى يا معلم بالفراخ، وادعك بقى فراخك في التتبيله الجامده القمر دي. نبدا بقى ايه نتبل في الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهنبيتها الليله كامله في قلب التلاجة. وهو يا حبايبي الشكل النهائي لتتبيله الفراخ. نشتغلها ان شاء الله تاني يوم مع بقيه الاكل بتاعنا، وانتظرونا تاني يوم حبايبي. النهارده بقى هنبدا نعمل الفراخ اللي تبلناها معاكم من ليله السحور اول يوم رمضان. ودي بطاطس مكعبات كده قطعتها، نبدا كده ننزل بيها ونرصها كده في الصينيه بتاعتنا، ونبدا نرص الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. دي الهياكل اللي انا قطعتها من الصدور اللي عملت منها بانيه. نبدا كده نرص الصينيه بتاعتنا كويس، ونرص الوراك زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون بتاع تتبيله الفراخ دي جميله قوي، اعتمدوها الطريقه دي هتعجبكم. وهنروح ندخلها على درجه حراره 200. وبدأنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل كده الفراخ بتاعتنا، هتقعد ان شاء الله ساعتين باذن الله. هنكمل بقى معاكم. هنعمل طواجن الرز المعمر دي. غسلنا كيلو من الرز، هنمسك كده هنعمل على الرز دوت كوبايه الزبادي ديت. دي طريقته. بسم الله عشان يبقى طري معانا. وهنضيف له الملح بتاعه، معلقه ملح حلوه كده. وهنبدا ايه نبس الرز بتاعنا كده زي ما انتم شايفينه بالزبادي كويس. الزبادي بيخلي الرز بتاعنا طري وجميل. عملنا بس كده بالزبادي. هنحط برضو ذره سكر عشان الطعم يبقى متعادل ويعمل معانا تحمير محمر الايه الرز، يعمل طبقه حمراء كده. هنبدا كده نسمي بسم الله، وننزل الرز بتاعنا كده هنا في البرامات بتاعنا دي البرام. بسم الله شايفين. مش هنملى طبعا البرام كله، هنخلي كده ايه ناقص ربعه علشان خاطر لسه الحليب هنضيفه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ما شاء الله حاجه جميله. يا رب بعود الايام رمضان كل عام والامه الاسلاميه بخير. احنا نعمل على قد طبعا عشان مفيش حاجه تبقي مننا. معانا لبن مغلي يا حبايب اهوت. هنبدا كده نسقي البرامات بتاعتنا زي ما انتم شايفين.
لازم يكون اللبن بيغلي كده، يكون سخن جدا. وكده يا حبايبي ادي المنظر اهوت. وهنا بسم الله ما شاء الله هنضيف كده قطعه من القشطه بتاعه الحليب. كنا احنا مجمدينه مبيتينه في التلاجة. شايفين ما شاء الله القشطه حاجه كده تفتح النفس بألف هنا. بس مش شايفين. وهنا يا حبايبي اهوت هنبدا ندخل الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايب قلبي، من عوامل نجاح الرز المعمر انك تولعي الشوايه الاول ياخد وش كده، ووطي عليه على قد ما تقدري علشان خاطر ايه ما يتحرقش، لحد ما يبدا ياخد وش ونبدا ننزله تحت تاني في الفرن الاوسط من الفرن. شايفين ما شاء الله بدا خد له وش اهوت بالطريقه ديت، ويا دوبك يبدا يتشرب. وبعد كده في المرحله دي نبدا ننزل عليه بالزبده بتاعتنا او السمنه. وهنا يا حبايبي في الوقت دوت هندي كده الطواجن الرز المعمر بتاعتنا بالسمنه البلدي اللي احنا سيحناها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. هنبدا كده ايه نخرم كده الرز بتاعنا عشان السمنه تنزل فيه زي ما انتم شايفين كده، تنزل لتحت ببوز الشوكه كده او بوز المعلقه. هعمل الحلو معاكم. ام علي حمرنا سيحنا سمنه على النار اهو، ومعانا نص لفه جلاش هنبدا نحمرها كده عشان تدي لون معانا حلو. هنا اهو تقرب يتحمر، وهننزل كده بشويه مكسرات معاهم نحمصهم برضو ياخدوا تحميصه. بعدين دول مكسرات كده تشكيله هننزل بجوز الهند والزبيب والفستق وعين جمل وبندق، حاجه بسيطه كده تاخد من التشويحه مع الرقاق بتاعنا. وهننزل اخر حاجه كده بحبه زبيب بياخدوا كده تشويحه بسيطه. ام علي دي ام علي يا حبايب قلبي على طريقتي انا بقى الحلوه دي. باي حاجه عندك فين اعملي بيها، عندك رقين مولت واعملي بيه. انا اللي كان متوفر عندي قلت اعمل بيه حاجه حلوه، وعامله طبعا صينيه كنافه جميله هوريها لكم بس في التصوير، لكن عملتها من ورا الكاميرا بصراحه. ايه ده اهو. نبدا ننزل يا حبايبي كده بالحاجه اللي انا حمصتها في قلب البرام بتاعي. هنبدا هنا ننزل كده بحبه جوز الهند، وهننزل بالسكر بتاعنا. الكميه دي هحط عليها 3 معالق سكر، مش عايزاها تبقى مسكره قوي عشان ما تجزعش النفس كده. ومعانا كده الحليب بتاعنا بارد عادي مش شرط يكون سخن. بصوا يا حبايبي انا غطيتها بالحليب، وادي كده ما شاء الله القشطه بتاعتنا عشان تبقى دسمه وجميله حاجه كده. ما هي ام علي بقى اخت ام حسين. ونضيف حته سمنه كمان، حته زبده كده من فوق الوش، ونخش بقى يا جبل يلا على الفرن على طول. بصوا يا حبايب قلبي صينيه الفراخ بتاعتنا واللون الذهبي الممتع، وديت صينيه الكنافه انا عملتها من ورا الكاميرا. شايفين بسم الله ما شاء الله هي في الفرن هي بتستوي كده يا حبايب قلب. الرز المعمر بتاعنا اهو طلع بالمنظر دوت. وادي صينيه البطاطس بتاعتنا بالفراخ الجميله دي. هنبدا نغرف بقى عشان المغرب بيأذن. انا عايشتكم يوم جميل معايا، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. هنقدم بقى المشروبات والكنافه والحلويات، وهوريها لكم بس مجرد كده تصوير مش اكتر، مش هتكلم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله.